فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. وزير، عن تأهيل الوضع الصحي ببعض المناطق نسائلكم. غادي نبدا بالاخر. كل واحد كيفاش كيشوف الفشل. انت بنت فاس، واش كاين شي فشل في فاس؟ ما اسمح لي، ما كاين شيء. باش انت صحيحه واقفه على رجلك. شكرا. انا بغيت نقول لكم بان الوضع الصحي في بلادنا، الصوت السيد الوزير، الصوت شويه. الوضع الصحي في بلادنا دارت ليه تشخيص جد دقيق. مابقاش نغطيو الشمس بالغربال. عارفين النواقص ديالنا وعارفين الحاجيات ديالنا. اليوم صاحب الجلاله الله ينصرو اعطى انطلاقه ديال الاصلاح ديال هذا الورش، وقرنوا بالاصلاح ديال الحمايه الاجتماعيه. ما عمرو قال في شي خطبه من الخطب ديالو الحمايه الاجتماعيه بدون ما يقرنها مع اصلاح المنظومه الصحيه. حنا غاديين في هذا الورش هذا كنقولوا بان بغينا نصلحوا الورش. كيتعلق بواحد المسلسل اللي فيه ترسانه قانونيه وانتم هما الفاعلين فيه، ماشي فقط القطاع ديال الصحه بوحدو. وانتم راه خدامين شحال ديال الورشات وشحال ديال الجلسات، وحنا كنسرعوا في الترسانه القانونيه باش تخرج على ارض الواقع، باش يمكن لي نسرع من التنزيل، لان التنزيل عنده علاقه بالترسانه القانونيه. ولكن موازاه مع ذلك كاين عمل كيتقام وكيدار على المستوى الترابي. وانتم عارفين بان اول ورش اصلاحي هو الحمايه الاجتماعيه، لان احنا في 2022 ما تم 2022 خاص كل مواطنه ومواطن مغربي يكون كيستافد من الحمايه الاجتماعيه، سواء كانت الحمايه سواء كان من الاجراء او من غير الاجراء او من الناس اللي هما معوزين. وهذا الشيء راه 1 ديسمبر تصوت لا قانون 27 22 تصوت عليه، الاجراء ديالو واحد دو جنبير وغادي يدخل في الاجراء. ولكن كذلك القانون الاطار 06/22 حنا كذلك خدامين فيه، واللي فيه 4 ديال الدعامات. وهذه الدعامات كتعلق بالموارد البشريه، كتعلق بالحكامه، كتعلق بتاهيل العرض الصحي واللي فيه ميزانيه كبيره اللي خرجته الدوله وخرجته الحكومه. واليوم الحكومه كتسرع الترسانه باش يمكننا نستعملوا هذا المليار ديال الدرهم كل سنه لاصلاح المستشفيات. مليار و700 درهم اللي تعطات المراكز الاستشفائيه الجامعيه، 800 مليون ديال الدرهم كل سنه اللي غدار لتاهيل المراكز الصحيه ديال المستوى الاول. فبالتالي بدون ما نتكلم على تسميه الموارد البشريه واللي تعطى لها بعض التحفيزات، واليوم غادي نخرجوا كلنا غنشتغلوا على وظيفه صحيه اللي فيها التحفيز ديال الموارد البشريه واعطاها نظام خاص باش نعطيها الخصوصيه ديالها. واكتفي بهذا الجواب. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم اللي فعلا خاص الاصلاح حتى المنظومه ديال الصحه. انا متفق معك، لكن سيد الوزير هناك نقص كبير بعدد من الاقاليم، وعلى سبيل المثال اقليم سطات. فمدينه البروج السيد الوزير حالا منذ مده الحراسه الليليه والمستعجلات فارغه بدون طبيب. هذه المدينه ديال البروج اللي هي كتحتوي على 12 جماعه، يعني خرج واحد المستشفى اللي حيز الوجود. راه كاينه الدراسه ديالو، نتمناو في اقرب الاوقات، لان ما يمكنش 12 جماعه اللي هي كتب ديال الساكنه واحد 200,000 نسمه، ما يمكنش تبقى واحد المستشفى محلي اللي هو لا يرقى الى المستوى المطلوب. بن حمد كذلك هناك فراغ في خدمات مركب الخدمات الجراحي لسنه ما اشتغلش. اما المستشفى الاقليمي سطات السيد الوزير اللي ربما وانا يقين وهذا ارث، ماشي انتم اللي كتحملوا المسؤوليه ديالو، منذ الحكومه السابقه السيد الوزير هناك صراعات، هناك مضاربات بين المسؤولين، الرشوه حدث ولا حرج، ما كاينش شي حاجه. السماسره اللي في المستشفى الاقليمي هم اللي كيسيروه. ولكن هذا ارث كما كنقول لك، لان من مده حنا انا كنت رئيس مجلس اقليمي وانا كنعيش هذا الشيء. السماسره والغرباء على المستشفى الاقليمي، السكانير 2 سكانير ما كيخدموش الا واحد الساعات. مول السكانير كيصيفطوهم للمصحات الخاصه، الولاده تخلص 300 درهم سينو يرجعوه. هذا الشيء كنعيشوه حاليا في المستشفى الاقليمي اللي ما كنحملوش مسؤوليه السيد الوزير ديالو انت، لان هذه كما قلت لك من مده اكثر من 6 سنوات ولا 7 سنوات. لهذا السيد الوزير نتمناو يعني دار، وكنطلب منكم السيد الوزير دار واحد الزياره غير رسميه، لان الا دار زياره رسميه غتشوفوا حوايج اخرين. الا دارت زياره رسميه غير رسميه غتكتشف. شكرا السيد النائب المحترم.